اول بالجاستن بلو شامبو. بص، مشكله القشره عمرها ما كانت مجرد شويه ابيض على الكتف، دي دايما رساله ان فروه راسك مش مرتاحه. هنا بيجي دور الجاستن بلو، مش شامبو خلاص ولكن كحل بيفهم المشكله من جذورها. اول حاجه الشامبو ده بيشتغل على سبب الفروه نفسه، مش بس بيشيل شكله، وده لان فيه السيلينيوم سلفايد. المكون ده دوره يهدي نشاط الفطريات اللي بتعمل القشره من الاساس، وبيقلل تجديد الخلايا السريع اللي بيعمل القشره. يعني ببساطه بيكسر الدايره اللي القشره ماشيه فيها. بعديها على طول بيجي البيركتون أولامين، وده لاعب أساسي يحارب القشرة بس بطريقة أهدى وأذكى، يحافظ على توازن فروة الراس من غير ما ينشفها ولا يهيجها، والنتيجة قشرة أقل، حكة أقل، وفروة راس أهدى. طيب والراحة بقى، هنا الزيوت الطبيعية بتدخل على الخط. زيت الروزماري ينشط الدورة الدموية في فروة الراس، يعني بصيلات أقوى وشعر أحسن مع الوقت. كمان زيت الزعتر مطهر طبيعي بينظف الفروة بعمق ويمنع رجوع المشاكل بسرعة. كمان الكامومايل وده المهدئ الرسمي، لو فروة راسك حساسة أو بتلسعك هو ده بقى اللي بيطفي الإحساس بهدوء. آخر حاجة هو جونيبر أويل، وده بينظف وينقي ويخلي فروة الراس تحسها خفيفة ونظيفة فعلا. إيه بقى دواعي استعمال جاستن بلو أو بنوصفه لمين تحديدا؟ أول حاجة بنوصفه للداندروف أو القشرة المتوسطة إلى الشديدة، لما الفطر الطبيعي اللي موجود على فروة الراس خصوصا المالاسيزيا يزيد عن العدد الطبيعي، فيبدأ يسبب قشرة كتير، حكة، وشور بيضة واضحة على الشعر والكتفين. فالسيلينيوم سلفايد والبيركتون أولامين يشتغلوا على تقليل الفطر نفسه، وبالتالي بيقللوا السبب بتاع القشرة مش بس بيشيلوا الشكل الخارجي. كمان بيوصف في حالات السيبوريك ديرماتيتس او التهاب الجلد الدهني، وده نوع من الالتهاب بيظهر على فروه الراس والحواجب وحوالين الودان، وبيكون مصحوب بقشره دهنيه واحمرار وحكه. فالمواد المضاده للفطريات في الجاستن بلو بتقلل الفطر، والزيوت الطبيعيه زي الكامومايل والروزماري بتساعد على تهدئه الالتهاب والاحمرار. تالت حاجة بيوصف في حالات الحكة المزمنة في فروة الراس، لو فروة راسك بتاكلك أو بتحرقك أو فيها لسعة مستمرة من غير سبب واضح، غالبا بيكون فيه خلل في توازن الفروة أو نشاط فطري موجود. فالبيروكتين أولامين والزيوت المهدئة اللي فيه بيساعدوا إن الحكة تقل والفروة ترجع متوازنة. كمان بنوصفه في حالات القشرة اللي بترجع بسرعة بعد أي شامبو. في ناس بتستخدم شامبو عادي فالقشرة تروح وترجع بعد يومين، وده معناه إن السبب لسه موجود. الجاستن بلو بيستخدم في الحالات دي لأنه بيشتغل كعلاج مش تجميل، وبيقلل فرصة رجوع القشرة بسرعة. واخر حاجه بيوصف في فروه الراس الدهنيه اللي معاها قشره. السيلينيوم سلفايد معروف انه بيقلل الافرازات الدهنيه، يقلل البيئه اللي الفطريات بتحبها، وده بيخلي الجاستن بلو مناسب جدا للناس اللي فروه راسها دهنيه ومعاها قشره تقيله. طيب كلام جميل جدا، ايه بقى الاثار الجانبيه المحتمله للجاستن بلو شامبو او ايه هي اضراره؟ اول حاجه ممكن يسبب احساس بحرقان بسيط او لسعه خفيفه اول ما يتحط، وده بيكون طبيعي جدا خصوصا لو فروه الراس ملتهبه او فيها خدوش بسيطه من الحك. اول ما الشامبو بيتغسل الاحساس ده بيروح غالبا. كمان ممكن تحس بحكة بسيطة في أول كام غسلة، وده طبيعي لأن الفروة بتتعود على الشامبو العلاجي، ومع الاستمرار المنتظم الحكة بتقل وبتختفي. وكمان عشان الشامبو بيقلل الدهون الزايدة بعض الناس بتحس بجفاف خفيف، والحل إنك ما تكترش الاستخدام وتستعمل معاه بلسم تحطه على أطراف الشعر بس. كمان ممكن تحس إن الشعر بقى أنشف شوية بعد الغسيل، وده بيكون مؤقت. بترطيب خفيف أو مع الوقت الشعر بيرجع لطبيعته. كمان في حالات قليلة جدا الشعر الفاتح أو المصبوغ ممكن يتأثر بدرجة بسيطة، التغيير ده بيكون مؤقت وبيروح بعد وقف الاستخدام. وخد بالك إن معظم الأعراض دي بسيطة ومؤقتة وبتظهر أكتر في أول فترة الاستخدام، ولو الشامبو استخدم صح بيكون آمن وفعال. طيب إيه هي موانع استعمال جاستن بلو أو من الناس اللي ما ينفعش يستخدموه؟ أول حاجة لو حصل لك قبل كده طفح جلدي أو تورم أو حرقان شديد من شامبو علاجي مشابه، ده معناه إنه في عندك تحسس من أحد المكونات، وساعتها ما ينفعش يستخدم ولازم اختيار بديل تاني بعد استشارة الدكتور. كمان لو فروة الراس فيها جروح أو تشققات عميقة أو التهاب قوي استخدام الشامبو ممكن يسبب لسعة وتهيج أكتر، فالأفضل تأجيله لحد ما الفروة تهدى وبعدين نبدأ الاستخدام. كمان الشامبو ده فيه مواد مضادة للفطريات قوية فمش مناسبة للأطفال الصغيرين بشكل مباشر، فلازم استشارة طبية قبل استخدامه ليهم. كمان رغم ان الاستخدام موضعي يفضل برضو ان احنا نتجنب الشامبو العلاجي اثناء الحمل او الرضاعه من غير استشاره طبيه، لان الطبيب هو اللي بيحدد اذا كان امن في الحاله دي ولا لا. ومن هنا بقى نروح للجرعه وطريقه الاستخدام بتاعه الجاستن بلو. بالنسبه للطريقه فبنبلل فروه الراس كويس، نحط شويه شامبو على الفروه نفسها وندلك بهدوء، بنسيبه لمده دقيقه ونص لثلاث دقائق بالكتير ودي اهم خطوه. نشطف كويس جدا بالميه، ولو هنحط بلسم يكون على الشعر بس مش على الفروه. والجرعة بتكون مرتين في الأسبوع ودي الجرعة الأساسية، وممكن توصل لثلاث مرات في الأسبوع لو الحالة شديدة وبيكون تحت إشراف طبي. ومع التحسن بتكون مرة أسبوعيا ودي بتكون كجرعة صيانة أو مينتيننس دوز. وخد بالك إننا ما نستخدموش كل يوم، ما يتحطش على جروح أو فرع ملتهبة جدا، وما يتسابش على الشعر زي الماسك. نخش